بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال تاني إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنحل معاكم محافظة رقم 11 وهي محافظة بورسعيد. معكم مستر عبد الرحمن رفعت مدرس الدراسات. رقم واحد عندي بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين البدائل الآتية. يشير الرقم واحد بالخريطة المقابلة إلى دولة منتجة للغاز الطبيعي، وطبعا دولة هنا هي يا دولة عم صل على الجزائر. النبي صل. رقم اتنين بيقول لي يشير الرقم اتنين بالخريطة المقابلة إلى دولة منتجة للقطن. طبعا رقم اتنين عندي هي دولة السودان. رقم ثلاثة بيقول لي تعتمد الزراعة في اليمن على نقط. طبعا الزراعة في اليمن بتعتمد على الأمطار. طبعا الزراعة في اليمن بتعتمد على الأمطار، وفي الأجزاء الشمالية في الوطن العربي وفي جنوب الصومال وفي جنوب موريتانيا ده كله بيعتمد على الأمطار. لكن في مناطق بتعتمد على الري من الأنهار زي نهر النيل في مصر والسودان، ودجلة والفرات في العراق، وجوبة وشبيل في الصومال. لكن عندي أماكن تانية بتعتمد على المياه الجوفية، ودي طبعا في المناطق الصحراوية زي الواحات الداخلة والخارجة في مصر. نخش على السؤال رقم 4. بيقول لي أحد العوامل البشرية لقيام الزراعة بالوطن العربي. طبعا الإجابة عندي هتبقى السوق، لأن التربة الخصبة والمياه العذبة والمناخ المتنوع ديت من ضمن العوامل الطبيعية. لكن السوق عندي ورأس المال والأيدي العاملة المدربة دي من العوامل البشرية، وهنا عندي هو السوق. رقم 5 بيقول لي يختلف القمح عن الأرز في نقط. طبعا القمح والرز بيختلفوا في موسم الزراعة. القمح والرز في موسم الزراعة، لأن القمح محصول شتوي لكن الأرز محصول صيفي. رقم 6 بيقول لي تحتل دول الجناح العربي الآسيوي المركز الأول في إنتاج كل من. طبعا هتبقى إنتاج التمر والموالح، لأن عندي العراق أولى الدول إنتاجا للتمر، وفلسطين أولى الدول إنتاجا للموالح، وهما الاثنين من دول الجناح العربي الآسيوي. وعندي الموالح بيسهم الوطن العربي بنسبة 10% من إنتاج الموالح في العالم، والتمر بيسهم الوطن العربي أو بيضم الوطن العربي نحو 90% من أشجار النخيل اللي موجودة في العالم. رقم 7 بيقول لي الخام المعدني الذي يدخل في صناعة البطاريات والسبائك. طبعا ده عندي هيبقى الرصاص والزنك. لكن عندي طبعا المنجنيز ده بيدخل في مواد الطلاء والصلب، والدول المنتجة ليه المغرب ومصر والجزائر. لكن الحديد بيدخل في حديد التسليح والسيارات والآلات، وأهم الدول المنتجة ليه كانت موريتانيا والجزائر ومصر والمغرب. وعندي النحاس بيدخل في صناعة أسلاك الكهرباء وأسلاك التليفون، وأولى الدول المنتجة ليه المغرب عمان الجزائر. نخش بعد كده على السؤال رقم 8. بيقول لي يعد من صادرات الوطن العربي. ايه اللي الوطن العربي بيصدره؟ طبعا عندي الغاز الطبيعي. طبعا الصادرات العربية عندي اللي هي السلع والمنتجات والخدمات اللي بيبيعها الدول العربية أو اللي بيبيعها الدول العربية للدول الأخرى. طب زي إيه؟ قال لي زي البترول، زي الفوسفات، زي الغاز الطبيعي اللي احنا اخترناه في السؤال دوت، زي الخضروات والفاكهة، زي الأسماك، زي الأدوية، المنسوجات، الأسمنت، الصمغ العربي، الأدوية الكهربائية. لكن طبعا كان من ضمن الواردات كانت مستلزمات الإنتاج زي الآلات، زي المعدات النقل الثقيل، المواد الغذائية زي القمح والزيوت، الأدوية والعطور والملابس، وعندك الطائرات وعندك السفن والسيارات. دي كلها اللي موجودة عندي في الاختيارات دي كلها من الواردات، وكمان الإلكترونيات زي الكمبيوتر. رقم 10 عندي أو رقم 9 آسف بيقول لي من الصناعات التحويلية التي توجد في الوطن العربي. طبعا عندي صناعة الغزل والنسيج من الصناعات التحويلية. رقم 10 بيقول لي تربى الأغنام في الأجزاء الجنوبية للوطن العربي حيث تتوافر نقط. طبعا المراعي الحارة، لكن في الشمال عندي المراعي المعتدلة. لكن هو لما قال لي الأجزاء الجنوبية هنا يبقى قصده على المراعي الحارة. رقم 11 بيقول لي تعتبر جمهورية موريتانيا من الدول الغنية بنقط. طبعا بالثروة المعدنية، احنا عارفين موريتانيا ان هي اولى الدول انتاجا لمعدن الحديد. رقم 12 بيقول لي تعرف السلع والمنتجات والخدمات التي تبعها الدول العربية للدول الأخرى باسم. طبعا طالما الدول العربية هتبيعها يبقى صادرات عربية. طب هتشتريها هتبقى الواردات العربية. رقم 13
بيقول لي يعد عبد الملك ابن مروان المؤسس الثاني للدولة الأموية، ومن أعماله كان تنقيط المصحف. طب هل هي دي بس أعماله؟ لا طبعا، كان من ضمن أعماله إن هو قضى على الفتن والثورات وأعاد استقرار الدولة الأموية، عشان كده اعتبرناه المؤسس الثاني للدولة الأموية. وأمر بتنقيط المصحف، وكمان عرب الدواوين وضرب العملة الإسلامية وإنشاء مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس، وواصل حركة الفتوحات الإسلامية. نخش بعد كده. طيب عايزين نعرف مين اللي بنى مدينة القيروان. اللي بنى مدينة القيروان ده كان معاوية ابن أبي سفيان. طيب يا عم الحاج، مين اللي وسع الحرم المكي؟ اللي وسع الحرم المكي كان الوليد ابن عبد الملك. طيب اللي أعاد بناء المسجد النبوي برضو كان الوليد ابن عبد الملك. نخش على رقم 14. بيقول لي اختلف عهد عبد الملك بن مروان عن عهد معاوية بن أبي سفيان في نقط. طبعا كان ضرب العملة الإسلامية، لأن كانت أول مرة تظهر في عهد عبد الملك بن مروان. رقم 15 بيقول لي على يد الظاهر بيبرس عام 659 تم إحياء الخلافة نقط. طبعا كانت الخلافة العباسية. رقم 16 عندي بيقول لي أخطأ الخلفاء العباسيين نفس خطأ الأمويين في نقط تولية الحكم لأكثر من واحد، لأن ده كان من ضمن أسباب سقوط الدولة الأموية ومن ضمن أسباب سقوط الدولة العباسية. يبقى الاثنين اتفقوا أو أخطأوا في نفس الخطأ، الاثنين وقعوا في نفس الخطأ، وهو تولية الحكم لأكثر من واحد. رقم 17 عندي بيقول لي من حقوق المتطوع. طبعا من حقوق المتطوع ان هو يعامل باحترام. رقم 18 اخر حكام الدولة الايوبية كان توران شاه. بعد كده يا عم الحاج بيقول لي رقم 19 هزم العثمانيون المماليك في الشام في معركة نقط. طبعا في الشام كانت معركة مرجدابل، لكن في مصر كانت معركة الريدانية. لما تيجي نفتكر معركة حطين دي كانت امتى وايه اللي حصل فيها؟ طبعا معركة حطين دي كانت اطرافها المسلمين بقيادة صلاح الدين الايوبي ضد الصليبيين. طب كان سببها ان واحد من امراء الصليبيين، خاصة اللي هو كان اسمه ارناط، كان حاكم حصن القرق، اعترض قوافل الحجاج المسلمين واستولى عليها وقتل من به. كانت نتائجها طبعا انتصار المسلمين على الصليبيين ووقوع ملك بيت المقدس وإرناط في الأسر والتوجه إلى بيت المقدس وتخليصه من الصليبيين. طيب كان حد فاكر إيه أحداث معركة عين جالوت؟ طبعا كانت أطرافها بين المسلمين بقيادة سيف الدين قطز والمغول، وكان سببها الدفاع عن مصر ضد خطر المغول. أحداثها طبعا إن الجيش المصري التقى بجيش المغول، وكان جيش المغول متفوق علينا في العدة والعدد، ودارت المعركة وكان أول الانتصار حليف للمغول، حتى ألقى سيف الدين قطز خوذته على الأرض وأخذ يصيح وإسلاماه، فتشجعت الجنود وبدأت تنظم صفوفها وتقدموا بقيادته. وكانت نتيجة المعركة انتصار المسلمين وهزيمة المغول هزيمة ساحقة، وحماية مصر والعالم الإسلامي من الخطر المغولي بفضل وحدة المسلمين وإيمانهم. رقم 20 هنا بيقول لي كان التجنيد اختياريا حبا في الشهادة في سبيل الله في عهد مين؟ طبعا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. رقم 21 عرفت وظيفة المحتسب كوظيفة رسمية في عصر الدولة نقط. طبعا كانت في عصر الدولة العباسية. رقم 22 اشتهر أبو بكر الرازي بعلم نقط. طبعا كان بعلم الطب. رقم 23 كانت ضريبة الخراج في الدولة الإسلامية تفرض على مين؟ كانت تفرض على الأرض الزراعية. رقم 24 كلمة مكونة من لفظين هما الشعب وسلطة الحكم. دي كانت هم اللفظين كان الشعب وسلطة الحكم هو الديمقراطية. اللفظين يا عم صلي على النبي. رقم 2 عندي بيقول لي أجب عن الأسئلة التالية: ما مقترحاتك لتحقيق التنمية السياحية العربية؟ والله هو بيقول لي نكتفي ب2 بس احنا هنفتكر ال6 نقط كده. أقول له أول حاجة الدعاية عن المناطق السياحية والأثرية من خلال النشرات والمؤتمرات، لأن الناس هتيجي تزورنا إزاي من غير ما أعمل دعاية. تاني حاجة التنسيق بين الدول العربية من خلال المنظمة العربية للسياحة التي تم إنشائها في 2005. مد الطرق التي تربط بين الدول العربية مثل الطريق الدولي الذي يمر بشمال مصر. رقم 4
توفير وسائل النقل المختلفة التي تربط بين الدول العربية ببعضها البعض وبين دول العالم. 5 التوسع في إنشاء الفنادق والقرى والسياحة عشان الناس اللي تيجي تزور دي تلاقي الفنادق اللي تقعد فيها. رقم 6 المعاملة الحسنة مع السائحين وتقديم المساعدة لهم عند حاجتهم لذلك. رقم 2 بيقول لي اثبت بالأدلة صحة العبارة للثروة الحيوانية أهمية كبيرة للوطن العربي. أقول له لأنها مصدر لغذاء الإنسان حيث تمد باللحوم الحمراء والألبان وبتوفر المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة زي الجلود اللي بتدخل في صناعة الملابس والأحذية واللبن اللي بيصنع منه الزبد والجبنة أو الزبد والجبن. رقم 3 تستخدم بعض الحيوانات في النقل وأعمال الحقل. رقم 2 يا عم الحاج بيقول لي بما تفسر أو رقم 3 آسف قيام الدول المستقلة في العصر العباسي الثاني. أقول له بسبب ضعف الخلفاء العباسيين منذ بداية العصر العباسي الثاني واستعانة الخلفاء العباسيين ببعض العناصر الغير عربية كالفرس والأتراك وموقع مصر وبعدها عن مركز الخلافة العباسية في بغداد. رقم 28 وهو آخر سؤال بيقول لي حدد الأثر الناتج عن تمسك التجار المسلمين بمبادئ الدين السمحة. أقول له ترتب على ذلك دخول كثير من الناس في الإسلام. وبكده سنة تانية احنا خلصنا حل المحافظة رقم 11 وهي محافظة بورسعيد. ان شاء الله نلقاكم في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.